مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلويات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد طويل من قناه طويل ديزاينز. النهارده موضوعنا موضوع شيق معيار تقيل. جايين نتكلم عن تجميع بلاط الاوبن بوك وازاي اقسطه، لان بيقابل مشاكل كتير لناس كتير قوي وهي بتشطبه. وانت مهتم بالفيديو ده تابعنا وما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك وسبسكرايب. نتكلم عن بلاط الاوبن بوك والمشاكل اللي بتقابلك وانت بتجمع عندك في الحمام، لان انت دايما كل حمام الحمام بتاعك ما بيبقاش ستايل واحد او مقاسات متناسبه. يعني انت تلاقي مثلا حمام 83 22 52 كل الكلام ده كله. بس اعمل ايه عشان انا لو عندي المشكله دي اعمل الاوبن بوك؟ لان انت بتبقى دافع تكلفه عاليه قوي. سيراميك الاوبن بوك كلنا عارفين ان او البورسلين بتاعه بيبقى تكلفته عاليه جدا، فانا عشان اعمل التقسيط ده يبقى لازم اكون شاطر في عمليه التقسيط او التنسيق. انا جاي احل لك المشكله دي او الازمه دي في تركايه ايه. وانت بتقسط الحمام مثلا لو انا عندي 4 بلاطات، فالاربع بلاطات هيدوني 2 متر 40، فال 2 متر 40 لو انا عندي الجنب اكبر او اصغر يبقى انا اقسط ازاي؟ العب احل الازمه بتاعتك ازاي؟ لان كل حمام ليه اختلافاته. فيبقى انا عالجت. وفي ناس كتير قوي بتحب زي ما احنا هنا في الشقه دي عامل حابب شكل الاوبن بوك اكتر، فيبقى انا اعالجه ازاي وما يبقاش عندي غلاءات وما يبقاش عندي نسب بتاعتها. تعالوا اوريكم مشكله وحلها هنعمله ازاي. تعالوا نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. هنا من ناحيه الحمامات بتاعتنا واحنا جايين نشتغل، انا عندي ده الجنب بتاع البانيو بتاعي، يعني جنب البانيو بتاعي هنا اهو. هيبقى انا عندي ده عندي 60 و60 120 وعندي 120، هو البانيو 125. طيب هيبقى الكيرف بتاعي كده. عندي مشكله هنا، المشكله دي هحلها ازاي؟ هبتدي احط السيراميكا بتاعتي. يبقى انا خلاص قسطت الشكل بتاعي 1 2 اللي هو الاوبن بوك جمع بعضه. طريقه تجميعه هنا، طريقه تجميعه هنا، التشبيحه بقت واحده. بعد كده ابدا بفاصل. الفاصل تقدر تعمله ستانلس، تقدر تعمله سيراميك لون تاني مختلف. وكان عندي شكل الجلسه غير لائق، شكل الجلسه غير لائق ده تقدر تعمله ايه؟ الشرب ده او المستوى ده ما تسيبوش بنفس المستوى، لان اللحام هتلاقي فرق اللحام كده، فهتلاقي غلايه هنا شكلها ما بتبقاش حلو لما بتيجي تعمل اوبن بوك. لما تقفل الجسم ده يبتدي يجمع معاك الشكل. طيب يبقى انا اقدر اعمل الغلاءه بتاعتي هنا واقفل الشكل بتاعي واحط البلاطين هنا في النص، يديني كده تجميعه الاوبن بوك لو انا هعمل اوبن بوك ولو هعمل ساده. تعالوا اوريكم من ضمن الحاجات. يبقى انا عندي هنا اهو زي ما انت شايف الضلع 1 2 3 4 ادي اوبن بوك هنا، مع عكسه تاني اوبن بوك مقلوب، جمع عكسه تاني هنا. اصبح عندي هنا دي الترار بنروح سايبينها، دي من ضمن المشاكل، ونروح عاملينها ابيض. يبقى انا عندي دي المفروض في الحل ان انا اقلبها ابيض. طيب لو انا عندي دي هتتدرع على مباية او هتتدرع على منسوب او اي شكل اسيبها، ما عنديش اي مشكله. يبقى انا عندي تقسيطي حليته. تعالى لما نيجي نبدا بالمنطقه دي هنا برضو، انا عندي هنا هعمل الاوبن بوك ازاي؟ بادئ سليم من هنا، بلاطين سليم، غلاء. يبقى انا وحدت الشكل. غير كده ما ينفعش ابدا بالمنطقه دي، لان ما ينفعش اخد الحمام كله اوبن بوك. وبعدين تقسيطي للارضيه لو انا بجمع التشيك لاين بتاعي ما اعتمدش ان انا اربط الاربع خيوط ببعض او الاربع اضلاع ببعض، مش هعرف اجمعها. لكن هنا بالنسبه لي انا هنا حليت الازمه. ده الشكل الفيجن او الديكوريشن، لكن هنا ده شكل اساسي او متشاف. فيبقى انا بالنسبه لي وانا بحل النقطه دي في الاوبن بوك او التفتيح بتاعي، هنا الدايره الكورنر بتاع البانيو والقاعده هنا. يبقى انا احط اللحام حتى لو البلاطه هنا 120، فاي حد يقول لك السليم وغلاء او العكس لا، انا اعمل اللحام في النص عشان يبقى شكل السيمتريه شكله محترم. يبقى بالتالي الاوبن بوك هنا بالنسبه لي ده نزل مشي، او انا وقفته لغايه تحت وبعد كده الارضيه ساده. هو ده حل ازمه الاوبن بوك او حل ازمه الشكل الجمالي في الاوبن بوك. فدي المشكله اللي دايما بتقع فيها ناس كتير قوي ومشاكل كتير قوي. جينا حبينا نعرض الفكره دي ونحلها في تراك سريع كده وتريكات في التشطيبات. اهم حاجه لو انت عاجبك الفيديو ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل لايك وسبسكرايب وتشترك معانا في القناه، عشان لو مش عاجبك اي مشكله هنحلها لك. السلام عليكم.